بزاف لي كيستيون يجوني في البريفي يقول لك ديزا تريدر وشنو هي لا استراتيجي يتخدم بها، وشنو هي لا استراتيجي اللي تبريفيريها. هل كاين مية استراتيجي؟ كاين استراتيجية المخيرة كاع اللي ما تخسرش، كاين استراتيجية اللي عندها وين ريت كبير بزاف، كاين استراتيجية اللي عندها ريسك تو ريورد طالع تاني تاع 3 4 7. كاين هادي كاين هادي. الأسئلة هادوما يبعتوك في مكان بعيد عن التداول الحقيقي، يحطوك في مكان تاع قمار، يحطوك في مكان تاع أمنيات، يحطوك في مكان ما راكش حاب تكون فيه. انت الهدف تاعك انك تكون بروفيتابل كونسيستون وديسيبليني. الأسئلة هادو راح يخلوك مندفع متطلب بزاف وطماع. دونك الأسئلة هادوما خاطئين في أساسهم. وشنو هو السؤال اللي لازم عليك انت تبوزيه؟ السؤال اللي لازم عليك انت تخمم فيه وتحوس على الأجوبة ديالو هو كيفاش نخيل استراتيجية اللي تساعدني، وشنو هي الطريقة المثالية باش نطبق هاد الاستراتيجية. خاطر علاش كاين بزاف يلقاو استراتيجي ممكن شافوها عند اي متداول اونلاين، يشوفوا استراتيجية هذيك من بعد يطبقوها بطريقة خاطئة، وهذا الشيء راح يسبب لهم خسائر متتالية، يسبب لهم خسائر الحساب، يسبب لهم بزاف مشاكل. المشكل هنا وراه هو انه ممكن استراتيجية فهموها لكن طريقة التطبيق خاطئة. علاش؟ لانه ممكن عرفوا استراتيجية كيفاش تمشي، عرفوا شنو هما الشروط اللي توفر فيها، لكنهم الشروط هذيك ممكن ناقصة، ممكن استراتيجية ما عرفوش يستخدموها. وانا اليوم حبيت نعطي إجابة بشكل واضح لأي واحد حاب ينجح في 2026. وشنو هي الخطة اللي لازم انت تعتمدها في 2026؟ عندك خطة واحدة، الخطة هذه فيها 3 خطوات، اختصرناها في 3 خطوات. الخطوة الأولى أنك تختار استراتيجية واحدة تتعلمها لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تختار المتداول اللي يعجبك، الطريقة تاعو تعجبك، الوين ريت تاعو والار ار تاعو ريسك تو ريورد ريشيو يقنعك، وتكون بروفيتابل وكونسيستنت. هاد الاستراتيجي تكون بروفيتابل وكونسيستنت، هادي أول حاجة. ثاني حاجة تباك تيستي، وهنا كي نقولوا تباك تيستي ماشي باش بك انت تجرب استراتيجي، لأنه ترى الاستراتيجية هادية مضمونة بطبيعة الحال، لأنه راح تاخدها على متداول محترف، متداول يستخدم هاد الاستراتيجية وهو راهو بروفيتابل ديجا. دونك الباك تيستين هنا الهدف ديالو هو انك انت تتعود عليها، استراتيجي مفروغ منها، لانه كاين كثير من الناس اختاروا استراتيجية لكن المشكلة هو انه هذيك الاستراتيجية ماهيش مثبتة في الواقع ولا في الشارت ولا في التجربة تاعها، ماهيش مثبتة بانها كونسيستونت وبروفيتابل. دونك هنا راح تطيح في مشكل، راح تضيع فيه وقت وتضيع فيه اموال وتضيع فيه بزاف عفايس وجهد وتحرق روحك نفسيا. بمعنى هنا الهدف تاع باك تيستين هو هدف واحد برك، انك انت تعلم تستخدم هذيك الاستراتيجية بالطريقة المثالية اللي يعطيها لك هذاك التريدر. ما يهمش شكون هاد التريدر، لازم انت فقط تحوس على لو بون تريدر. كاين بزاف اللي يخدموا خدمة نقية وعندهم نتائج تشرف، نتائج إيجابية مليح وعلى مدة من الزمن طويلة ومتواصلة بدون انقطاعات وبدون خسائر كبيرة. انت هذا حيختصر عليك. المرحلة الثالثة هو أنك تستثمر بعض من المال ديالك وتدخل في حساب لايف، سواء مع بروب فيرم سواء مع بروكر، يعني راس مال تاعك أو راس مال تاع بروب فيرم ما يهمش هنايا، لأنه نفس الأسلوب اللي تستخدم به استراتيجية اللي راح تطبقها على هذا النوع تاع الحسابات، سواء حسابات الممولة أو الحساب العادي. وهنايا في المرحلة الثالثة اللي راك رايح تدخل وتنطلق بطريقة مباشرة في المسار تاعك كمتداول. كاين بعض النقاط اللي ممكن نهضروا عليها في الحلقة القادمة.